الاجتماع. إذن يصحح الرئيس: لقد علمت من جانب الأمانة بأن محصيي أوراق الاقتراع قد انتهوا من عملية الإحصاء، وعدد الأوراق هو 47 ورقة اقتراع. عدد الورقات غير الصالحة هو 0، وعدد ورقات الاقتراع الصالحة هو 47 ورقة اقتراع. بالنسبة للامتناعات هناك 0 امتناع. بالنسبة لعدد الأعضاء الحاضرين والذين صوتوا هو 47، والأغلبية العادية الضرورية هي 24، وعدد الأصوات المحصل عليها صاحب السعادة عمر زنيبر الممثل الدائم للمغرب حصل على 30 صوتا، وصاحب السعادة السيد مكوليسي نكوسي الممثل الدائم لجنوب أفريقيا قد حصل على 17 صوتا. وبحصوله على أغلبية الأصوات فإن ممثل مجموعة أفريقيا يتم انتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان للدورة 18، وهو السيد صاحب السعادة عمر زنيبر. I have the honor. يشرفني الآن أن أعلن عن صاحب السعادة عمر زنيبر ممثل المغرب الدائم منتخبا بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024. ويشرفني أن أدعو السيد الرئيس ليأتي هنا إلى المنصة ليدلي بكلمة. تفضل سيدي. سيد نائب الرئيس، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي الممثلين الدائمين والسفراء، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي أعضاء المكتب، سيداتي وسادتي أعضاء أمانة مجلس حقوق الإنسان، زميلاتي، زملائي، أصدقائي، صديقاتي. أولا أود أن أشكر مجموع عضوية مجلس حقوق الإنسان على الثقة التي وضعوها في أكون رئيسا لمجلس حقوق الإنسان. فبالنسبة للمملكة المغربية وبالنسبة لي شخصيا إن هذا لشرف بأن نحظى بانتخاب رئاسة هذا المجلس المؤقر في جولته 18 في هذا المنصب المخصص للمجموعة الأفريقية، ونحن سعداء بذلك. إن هذا التكليف ننظر إليه على أنه واجب والتزام بالنسبة لنا، واجب، وبالتداول والتفاعل الإيجابي مع أعضاء المكتب سيكون مكفولا من أجل خدمتكم والاستجابة لالتزاماتنا المشتركة والعمل الهام الذي نقوم به، ألا وهو إعلاء ودعم وتحقيق حقوق الإنسان كما هو معترف ومتعارف عليها دوليا، وباستمرارية الجهود التي بدلها سابقونا. سوف نبذل الجهود بالتضافر من أجل تنظيم أعمال هذا المجلس بالطريقة الأكثر عقلانية، وأن نبحث دائما على الفعاليات والانسيابية في وضع جدول أعمالنا وتنظيم اجتماعاتنا وتفاعلاتنا. في هذا الصدد فإن المكتب سوف يرفع المقترحات الضرورية من أجل مواصلة الأعمال التي ابتدأناها حول الموضوعات التي تحتاج إلى تيسير واتخاذ قرارات. كذلك فإننا نسعد بالحضور إلى جانبنا في المكتب
بأصحاب السعادة سيدة هيدي شخودر فوكس المندوبة الدائمة لفنلندا، السيد فبريان غودياد الممثل الدائم لأندونيسيا، السيد داريوس تانيليوس المندوب الدائم لليثوانيا، والسيد مارسيلو سكابيني ريكاردي المندوب الدائم للباراغواي. سوف أنهض بالرئاسة بروح الانفتاح وأن أكون متوفرا دائما لكل مكونات هذا المجلس، سواء كانوا دولا عضو أو دولا مراقبة أو مجتمعا مدنيا أو أي هيئة أخرى أممية أو طرف معني التي تلعب دورا هاما في الدفع قدما بأعمال هذا المجلس. إن عمل الرئاسة سوف يهم كذلك وبكل حياد المداولات مع رئيس المفوضية السامية في مختلف الملفات والأخذ بخبرتهم التي سوف نأخذ بها في أعمالنا. ومنذ أن تقدمنا بترشحنا لرئاسة هذا المجلس لقد عقدت اجتماعات ومداولات مع المنسقين الإقليميين عرفانا بدورهم الهام في ظل سياسة الاستماع التي ينبغي علي أن أعملها وعلى كل رئيس أن يعملها. واسمحوا لي أن أتحدث إليكم الآن باللغة الإنجليزية، فمن نافلة القول بأنني أتفهم مدى أهمية الدور والمسؤوليات المنوطة بي والتي تم انتخابي على أساسها، وسوف أبذل قصارى جهدي لأكون دائما متوفرا وأكون عاملا بروح الاستقامة والموائمة في التفاعلات والحوارات مع عقد الحوارات الضرورية من أجل التوفيق بين الرؤى والتقريب في وجهات النظر وبالتفاعل الإيجابي مع عضوية المجلس. أريد أن أقدم المقترحات من أجل الدفع قدما بمصالحنا المشتركة دفاعا وإعلاء لحقوق الإنسان. وأود قبل أن أختتم قولي بأقول لكم أصالة عن نفسي بأنني شاكر لزميلي السيد نكوسي وأتمنى له حظا سعيدا فيما تبقى من أعماله. ولن أختتم قولي دون أن أعرب عن صديقي امتناني للسيدة المديرة العامة لمركز الأمم المتحدة هنا في جنيف، ونشكر كذلك طاقم الترجمة الفورية وكل العاملين في قطاع المؤتمرات الذين يصاحبوننا في سياقات وحوارات معقدة، وأدعوهم إلى مواصلة مواكبتنا من أجل إنجاح أعمالنا ومن أجل إعلاء مبدأ التعددية اللغوية. أشكركم جميعا زملائي زميلاتي أصحاب السعادة، وأشكرك سيد نائب الرئيس. شكرا لك سيد رئيس المجلس.